وفدتنا إلى مقر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالقبة، حيث تجتمع كافة نقابات التربية على المستوى الوطني التي تهدد بالدخول في إضراب وطني شامل بكافة المؤسسات. إذن تلتحق من هاجر زليلف. أهلا بك هاجر. أهلا إيمان. إذن هاجر، ما جديد هذا الاجتماع أو محتوى هذا اجتماع النقابات على المستوى الوطني؟ نعم إيمان، من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالقبة. نحن متواجدون في الاجتماع الذي يضم النقابات المعتمدة التي تمثل قطاع التربية، الصحة، تكوين مهني، قطاع صنع الغاز أيضا، وقطاع البلديات، من أجل الفصل في كلمة أخيرة حول تحديد فيما إذا كان هناك إضراب وطني شامل في الأيام القليلة القادمة من عدمه، بخصوص إلغاء تعليمة التقاعد النسبي أو تقاعد دون اللجوء إلى شرط السن. بالنسبة لنقابات قطاع التربية أغلبها كان لها بيان وطني صادر عن المجلس الوطني فيما يخص هذه الدعوة إلى إضراب وطني مفتوح. لكن كلمة الفصل تعود بعد انتهاء الاجتماع الذي سيكون بعد ساعتين على الأكثر. تكون كلمة الفصل وكلمة واحدة لجميع النقابات مجتمعة فيما إذا كان الإضراب وطني مفتوح على من تاريخ معين أم متجدد يوم كل أسبوع. لتفاصيل أكثر يحضر معي إطارين من قطاع التربية الوطنية بالنسبة لنقابة اللامباف ونقابة الكنابس. بالنسبة على يميني الأستاذ جلالي بالخير. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، أهلا وسهلا، شكرا. أستاذ، قبل هذا الاجتماع كنت أصدرت بيان وطني تندد فيه بإضراب وطني مفتوح. من أهم الأسباب لهذا الإضراب هي ضرورة اللجوء إلى إلغاء تعليمة التي تقر بإلغاء تقاعد النسبي أو دون قيد ولا شرط السن. نقدر نعرف بعد ما انطلق هذا الاجتماع أهم النقاط اللي تناقشتوها لحد الآن؟ نعم، شكرا. يوم الخميس انعقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية بولاية مسيلة، وبعد نقاش في المواضيع ذات الصلة باستفاضة وتحليل جيد لكل ظروف هذه القوانين، خاصة قانون التقاعد بشقه النسبي ودون شرط السن. وخلص الحضور أعضاء المجلس بالإجماع إلى الدخول في إضراب شامل في قطاع التربية، وتفويض المكتب الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار التكتل ما بين نقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وهو ما نحضره الآن في هذه الجلسة ما بين النقابات. أستاذ، في حال ما لم توافق باقي نقابات القطاع الأخرى على الإضراب، هل يدخل قطاع التربية في إضراب في الأيام القليلة القادمة؟ نحن نتمسك بالتكتل النقابي هذا، وهي إضافة جيدة للعمل النقابي، ولا يمكن إلا أن من خلال ما سمعنا من تدخلات أن فيه إجماع في الدخول في حركة احتجاجية لا محالة. يعني على مستوى كل القطاعات فيه تذمر من هذا القانون ومن حيثياته والظروف التي دفعت بالكثير في كل القطاعات إلى الخروج القسري إلى التقاعد. ولذلك لا نظن أن قطاع التربية ستنفرد بهذه الحركة الاحتجاجية. نحن نتمسك ومنذ بداية الاجتماع الأول إلى غاية هذا الاجتماع الرابع بحركة احتجاجية توافقية في إطار كل الأفكار المختلفة للنقابات. شكرا أستاذ. نتنقل إلى المنسق الوطني لنقابة الكنابس. أستاذ، فقط هناك حضر بعض النقابات التي لم تعتاد على الإضراب المفتوح ولا الحركات الاحتجاجية. في رأيكم ما هي ربما اللمسة التي سيكون عليها الإضراب في قادم الأيام؟ هل سيكون إضراب وطني مفتوح، إضراب متجدد، تختاروا يوم واحد من الأسبوع؟ طريقة. أولا شكرا على هذه الفرصة اللي اعطيتوها لنا كي نعبر على ما يجري للأسف من سلوكات الحكومة في اتخاذ قرارات أحادية، وخاصة تمس بمكاسب العمال. طبعا نحن في نقابة الكنابس أصلا نقابة مطلبية
اعتدنا أننا نطالب بالحجج ونفتك مطالبنا بكل الطرق التي يكفلها القانون. إذا همكم هو إلغاء القرار، إلغاء تقاعد نسبي، ليس إلغاء، تراجع عن هذه التعليمات. بالعكس، أولا الحفاظ على المكتسبات، لأنه هذا مكتسب لا يمكن التراجع عنه ولا يمكن السكوت عليه. حتى وإن المجلس الوطني لحد الساعة لم يبث في يعني قرار الواجب اتخاذه يعني للتصدي لهذا يعني المحاولة للتراجع عن المكتسبات، لكن الشيء الأكيد هو أن المجلس الوطني فوضنا للعمل في إطار التكتل النقابي. لكن احنا اليوم رانا في الاجتماع للأسف الأمور لا تبشر بخير، ولا تبشر بخير عليهم، يعني على هذه القرارات الجائرة، لأنه للأسف عوض أنها تفتح أبواب الحوار مع الممثلين الفعليين للعمال، هم راهم يديروا في دي مونولوج بيناتهم، يعني حوارات أحادية فيما بينهم، ويتخذون قرارات ضد الطبقة الشغيلة في الجزائر. وهذا رابع اجتماع لتكتل النقابي لحد الآن، رابع اجتماع لم يسفر ولا اجتماع على قرار بإضراب، لكن هذا اليوم سيتحدد مصير إذا كان هناك إضراب أم لا. العبرة ليس في النتيجة الآنية، العبرة هي في النتيجة الكاملة والدائمة. قلت الانطباع العام راح يمر للأسف مدام أبواب الحوار مغلوقة، للأسف راح ممكن جدا أننا نلجأ لإسماع صوتنا بالاحتجاجات، بمختلف أنواع الاحتجاج بما فيها الإضراب وبكل أشكاله، والاعتصامات وكل ما يكفله القانون لنا. إذن الاحتجاجات لا تراجع فيه، ستكون احتجاجات أكيد في ظل الواقع الحالي نحن نتوجه مباشرة نحو الاحتجاج. ستكون في الأيام القادمة أم يعني نقدر نعرف التوقيت لهذه الاحتجاجات؟ هذا ما نحن ندرسه حاليا في هذا الاجتماع. طبعا الاجتماع تاعنا راح يتخذ يعني القرار الحكيم والمجدي أكيد في صالح العمال طبعا، ونحن لا نتسرع، أعطينا كل يعني الوقت للحكومة للتراجع على هذا القرار، لكن للأسف احنا رايحين نمروا المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التصدي لهذا القرار. زميلتي هاجر، عفوا زميلة هاجر، قبل أن تعرجي إلى ضيفك ربما لمست نقاطا من ضيفك سيد ولها فيما يخص، ربما قال بأنه سنلجأ لإسماع صوتنا في ظل غياب الحوار والتحاور مع الأطراف المعنية. هل تقدموا بطلب إلى الوزارة الوصية أم لا؟ أم أنهم سيلجؤون فقط لإسماع صوتهم عبر الإضراب؟ نعم أستاذ، هل سبق لكم أن طلبتم مقابلة الوزارة الوصية من أجل الحديث عن هذا الموضوع، أو حتى رسلتم رئاسة حتى يكون هناك حوار مفتوح بيناتكم قبل اللجوء إلى هذا القرار، أم ترون فقط هو الإضراب هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن صوتكم؟ الحكومة تتجاهل كل الإجراءات والخطوات اللي نديرها. احنا قمنا بعدة اجتماعات خرجت فيها بيانات، راسلنا رئاسة الحكومة، راسلنا حتى رئيس الجمهورية، يعني لإنصاف الطبقة الشغيلة في موضوع هذا، في الوقت اللي كان العامل ينتظر تحسين القدرة الشرائية، تحسين ظروف العمل، ها هو تخرج عليه الحكومة بقرار آخر يعني يزيد من محن العمال البسطاء. أستاذ، فقط بالنسبة للبيان هناك عدة أسباب التي اتخذتمونها للدخول في هذا الإضراب، من بينها التقاعد النسبي، أيضا بالنسبة لإصلاحات، يعني حتى ولو لم تكن هناك كلمة إجماع اليوم حول التقاعد النسبي، هل ستدخلون في إضراب لأسباب أخرى تعرفها المنظومة التربوية؟ هناك شطرين لسؤالكم. الشطر الأول فيما يتعلق بالتكتل وفي التقاعد، كما أشار زميلي لا رجعة في موقفنا الحقيقي والمثبت
مكتسب، لا تراجع عن المكتسبات. أما ما تعلق بإصلاحات الجيل الثاني أو ما سمي بإصلاح الجيل الثاني، نحن من البداية حددنا الموقف، وأردنا من الوزارة أنها لها الوقت، أعطيناها الوقت كما أشار الزميل على أنها تفتح أبواب حوار جاد وموضوعي، ونحن أهل الحوار وأهل التفاوض، ونناقش الأمور بأبعادها المختلفة، ونخرج إلى بر الأمان، إلى مدرسة ذات نوعية وتعليم جيد. لكن كما أشار الزميل فيه الصمام من الحكومة ومن الوزارة على أنها تتمادى، والهروب إلى الأمام وفرض سياسة الأمر الواقع، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا. إذن الإضراب سيكون سواء بالنسبة للتقاعد النسبي أم لأسباب أخرى؟ قلت في البداية أن هناك فضاءين، فضاء ثاني هو فضاء نقابات التربية والجمعيات. نحن أيضا هناك تنسيق، هناك اجتماعات ستكون في القريب بمعية كل النقابات. أيضا ممكن يتحدد موقف فيما يتعلق بالإصلاحات ناهيك عن الأخطاء التي لا يمكن السكوت عنها، ويجب أن يكون هناك موقف ليس فقط من النقابات وإنما من المجتمع، لأن القضية لا تتعلق بالنقابات، ولسنا نحن أحرص فقط على مستقبل الأمة ومستقبل الأجيال. كل فعاليات المجتمع الجزائري يجب أن تشترك في هذا الموضوع. شكرا أستاذ، إذا نترككم حتى تكملوا جلستكم ونعرف ما هي جديد هذه التطورات بالنسبة للتقاعد النسبي. إذا إيمان، كانت هذه آراء بعض النقابات قطاع التربية حول الجلسة التي عقدت من أجلها اجتماع ضم حوالي ما يقارب 17 نقابة معتمدة للحديث عن التقاعد المسبق، التي كلها تدعو إلى ضرورة تراجع عن تعليمة إلغاء التقاعد النسبي الذي يعني جاءت بعد اجتماع ثلاثي التي كان في السداسي الأول من سنة 2016. إذن فقط ما هي إلى دقائق فقط ونعرف مصير نقابات كل القطاعات فيما إذا كانت ستتفق على إضراب وطريقة اللجوء لهذا الإضراب. إذن سنوافيكم بها أكيد في ساعاتنا الإخبارية اللاحقة. شكرا جزيلا لك هاجر زليلفة على هذه التغطية. إذن ونبقى في الشأن التربوي دائما، حيث كشف وفد جمعية العلماء المسلمين في لقائه الخميس الفارغ